خلال النهار كانت المرأة ربة منزل فاضلة في البيت، لكنها في الليل كانت ترتدي الفساتين الفاخرة وتأخذ رجالا شبابا وسيمين إلى حفلات مختلفة. حتى زوجها الذي دام زواجهما 20 عاما لم يكن يعرف هويتها الحقيقية. حتى ذلك اليوم اكتشفت المرأة بالصدفة من شقيقها الأصغر أن الرجل قد اشترى حقيبة يد فاخرة من مولهم، ففرحت المرأة على الفور ظنا منها أن الحقيبة هدية من زوجها. ثم عادت إلى المنزل ووجهها مليء بالفرح، وطهت طاولة كبيرة بأطباقه المفضلة، لكنها لم تكن تعلم أن زوجها كان مقدرا له أن يخيب أملها. على مائدة العشاء أعطى الرجل الجميع هدايا مختارة بعناية، بينما كانت المرأة تنتظر هديتها بفارغ الصبر. سحب الرجل بلا مبالاة ورقة وقال أنه لشكرها على 20 سنة من العناية. كتب لها قصيدة خاصة. على الفور أصبح قلب المرأة باردا، ولم تستطع إلا أن تسأل إذا كانت هديتها مجرد هذه القصيدة. عند سماع ذلك قال الرجل بلا خجل إن مجرد قصيدة كتبها بنفسه يمكن أن تعبر عن إخلاصه وامتنانه لها. عند سماع ذلك تذكرت المرأة فورا ما قاله شقيقها في وقت سابق من ذلك اليوم، وامتلأت عيناها بخيبة أمل لا يمكن كبحها، لكنها اعتمدت على خبرتها الطويلة في عالم الأعمال، فلم تسأل زوجها بجنون، بل اتصلت بشقيقها وطلبت منه التحقق من سجلات إنفاق الرجل الأخيرة. كانت تريد أن ترى من استلم بالضبط الحقيبة التي اشترى زوجها، لكن هذا التحقيق حطم المرأة تماما. في سجلات إنفاق الرجل كان نصفها عبارة عن سلع فاخرة للنساء، والمستلمة امرأة تدعى آنا. وما أغضب المرأة أكثر أن الهدايا التي تلقتها على مر السنين كانت إما مجوهرات رخيصة اشترت لتلبية حصص لآنا، أو هدايا مجانية مع المشتريات. حتى سلة القمامة في المنزل كانت واحدة منها. في تلك اللحظة أدركت المرأة أخيرا أن زوجها قد خانها، فغضبت المرأة وألقت الهدايا في القمامة، ثم خرجت ممسكة بسلة القمامة لتستجوب الرجل عن أن كل الهدايا التي تلقتها على مر السنين كانت هدايا مجانية. وسألت من استلم تلك السلع الفاخرة التي تساوي الملايين. عند سماع كلمات زوجته لم يشعر الرجل بأي ذنب، بل حتى شتم المتجر لتسريب معلومات العملاء، وبعد أن تحدث كان على وشك الاتصال بهم لمحاسبتهم. حينها دخلت آنا مرتدية من الرأس حتى أخمص القدمين ملابس فاخرة. ولاحظت المرأة أن الحقيبة في يد آنا هي نفسها التي اشترى زوجها للتو، ففهمت على الفور أن هذه المرأة هي عشيقة زوجها، ولم تتوقع أن تكون متغطرسة إلى هذا الحد حتى وصلت إلى منزلهم. فغضبت المرأة واستجوبت زوجها أكثر، ومع ذلك لم يكن الرجل ينوي الانتباه إلى زوجته من البداية إلى النهاية. كانت عيناه فقط على آنا، ولإرضاء والدته دعت آنا مباشرة طاه حاصل على نجمة ميشلان. وعند رؤية ذلك طلبت الأم من المرأة إزالة أطباقها. كانت تريد تذوق الطعام الذي أعدته آنا، وعندما رأت مدى قربهما فهمت المرأة على الفور أن الجميع يعرف بوجود آنا، ولكن لم يخبرها أحد. وعندما انكشفت الحقيقة لم يعد الرجل يحاول إخفاء الأمر، واعترف مباشرة بعلاقته مع آنا. وعلى الرغم من أن آنا كانت عشيقة إلا أنها كانت متغطرسة للغاية، وسخرت من المرأة لتقدمها في العمر وفقدانها لجاذبيتها، وأعطتها مجموعة من منتجات العناية بالبشرة المضادة للشيخوخة قائلة إن هذا سيجعل المرأة لا تبدو كربة منزل تبلغ من العمر 80 عاما. ثم أعطتها كتابا وقالت إنه من تأليف كاتب المفضل لدى الرجل، وقد اختارت الأسهل منه بحيث بعد قراءته على الأقل يمكنها أن تجد شيئا مشتركا معه. واجهت المرأة إذلال العشيقة فانكسرت، وسألت زوجها إذا كان لا يزال يمتلك ضميرا للقيام بذلك، لكن الرجل وبخها لأنها لم تهتم بمظهرها قائلا إن مجرد النظر إليها أكثر من مرة يضر بروحه. ثم أنكر جهود المرأة خلال 20 عاما. وعند رؤية وجوه هذا العائلة القبيحة شعرت المرأة بخيبة أمل تامة، وبما أن الرجل تخلى عن عهوده لم يعد يحتاج أن يوجد في عالمها، لذلك لم تتردد المرأة في اقتراح الطلاق. ومع ذلك قبل أن يتمكن الرجل من الرد اندلع ابنها فجأة بالغضب، متهما المرأة بإثارة الضجة على لا شيء وإزعاج سلام العائلة وتدمير المزاج. في تلك اللحظة استسلمت المرأة تماما واستدارت بدون تردد وغادرت هذا المنزل البارد. عند بوابة الحي اتصلت المرأة بشقيقها قائلة إنها قررت الطلاق والعودة رسميا إلى العمل. وعندما عادت المرأة إلى المنزل رأى شقيقها يدها المصابة وازداد غضبا على الفور، راغبا في الذهاب لمواجهة الرجل، لكن المرأة أوقفته لأنها كانت قد وضعت خطة انتقام مثالية في قلبها. وبما أن الرجل كان يعتقد أن إطلاق منتجه الجديد سيكون نجاحا كبيرا فستفاجئه بمفاجأة كبيرة في ذلك اليوم. وكان الرجل غير مدرك تماما، وقد قرر بالفعل إدخال آنا رسميا في عائلته. لكن في اللحظة التالية تلقى مكالمة. الشركة التي استثمرت فيه في الأصل قررت تعليق المشروع، وكانوا بحاجة لإعادة التقييم، مما جعل الرجل يشعر بالذعر معتقدا أن المرأة هي من تنشر الشائعات وراء ظهره. وعند رؤية ذلك قالت آنا بسرعة إنها لديها طالب يشغل منصب المدير العام لهذه الشركة وستساعد الرجل في إصلاح كل شيء. لكن ما لم تعرفه آنا أن الطالب الذي تحدثت عنه هو في الواقع شقيق المرأة.